يعني السمكه دي على كده انت لما بتطلعها بتسيح؟ اه طبعا. انا لما راح اشتري رنجه اعرف ازاي حلوه وازاي وحشه؟ في الهولندي وفي النرويجي وفي الايسلندي وفي الروسي. لما تكون السمكه بطرخها ناعم بيكون طعمها احلى، ولا لما تكون السمكه بطرخها خشن بيكون طعمها احلى؟ والله دي ليها ميزات ودي ليها ميزات. يعني فعلا يا جماعه الفص عيار 24. صناعه الرنجه كما لم تشاهدها من قبل. مفيش مناسبة بتيجي وبنكون فيها مبسوطين إلا لما نضرب أكلة رنجة وسردين، وده طبعا كلام عارفينه كل المصريين. وعادة البطل في المناسبات دي بيكون سمكة الرنجة الغنية بالمعادن والبروتينات والأوميجا 3 وتعتبر من الدهنيات. وطبعا معظم الناس ما تعرفش السمكة دي ازاي بتتحول من سمكة أجنبية لسمكة بنت بلد وبتعشقها كل أسرة مصرية. طبعا شم النسيم جاي والشعب كله هياكل رنجه، فانا طبعا ما لقيتش مناسبه غير ان انا اجيب لكم مصنع الرنجه نفسه علشان نشوف مراحل تصنيع الرنجه من داخل اكبر واهم مصانع الرنجه في مصر، ونشوف الحاجات الجميله. وانت شايف الرنجه كده وهي سمكه بيضه لحد ما تبقى سمكه ذهب 24. تعالوا بقى نشوف خطوات تصنيع الرنجه من الالف للياء في مصنع نجمه العبور. يلا بينا. أول خطوة بيتم تمليح السمكة بنسبة معينة، وفترة التمليح بيكون حسب نوع السمكة وحسب بلد المنشأ. طبعا نسب الملح احنا ما بنحطش اي نسب وخلاص، بيبقى ليها نسب معينه احنا بنعايرها احنا. تمام. بعيدا عن الشغل باين ان هو الملح محطوط كده مرشوش عشوائي، لا طبعا احنا نسبه الملح لازم يبقى ليها نسبه معينه. بنملح فيه السمك وبيقعد فيه من 24 ساعه ل 48 ساعه حسب نوع السمك. في الهولندي وفي النرويجي وفي الايسلندي وفي الروسي، واحنا طبعا بنختار اجود انواع الاسماك من كل بلد. وتاني خطوة بتكون عملية النشر، واللي بتتم بعناية كبيرة جدا علشان ما تغيرش شكل ولون السمكة. وطبعا ثالث مرحله عندنا بتكون اللي هي النشر. بعد التمليح بنغسل السمك، بعد كده بننشر السمك على التوريلات لحد ما نخش على المرحله اللي بعديها وهي ان شاء الله التدخين. وتالت خطوة بتدخل في مرحلة التدخين، واللي بيستخدموا فيها نشارة مخصصة لتدخين الطعام والأسماك وبطريقة احترافية جدا. بعد ما مرحله التدخين بندخل السمك في مرحله التجميد وعلى حسب الجوده الاوروبيه، لان لازم يخش السمك ياخد صدمه سالب 45 تحت الصفر. للتجميد بعد التدخين على طول، لان هو لازم السمك يخش عشان يحافظ على السوائل بتاعته والزيوت بتاعته والاوميجا 3 اللي فيه، والتجميد يحفظ كل السوائل ديت. واخر مرحله بتكون التعبئه، ودي بيكون لها ترتيب ورصه احترافيه، وبيستخدموا اكياس مستورده علشان الوقايه والصحه الغذائيه. ولكن بعد كل ده اكيد كلنا بنشوف الرنجه وما نعرفش انهي سمكه الافضل في الطعم والجوده، وكمان بنشتريها واحنا مش فاهمين فيها. انا لما راح اشتري رنجه اعرف ازاي حلوه وازاي وحشه؟ تمام. لازم الاول حاجه تكون السمكه طبعا بتلمع. تمام. تاني حاجه لازم تدور على السمكه تكون لحمها مليان وتلاقيها مجمده، يعني لو ما كانتش مجمده يفضل انت ما تاخدهاش، لان السمك لازم يكون مجمد، يبقى ماسك نفسه، يبقى حافظ كل الاوميجا 3 اللي فيه. تمام. طيب سؤال بقى مصر كلها بتساله، لما تكون السمكه بطرخها ناعم بيكون طعمها احلى، ولا لما تكون السمكه بطرخها خشن بيكون طعمها احلى؟ البطروخ الخشن دوت بيبقى ميزته في البطروخ، اما البطروخ الناعم احلى حاجه فيه اللي هو عشان يبقى لحمه كتير. سمك ذكور بطروخ الناعم، السمك الاناث اللي هو البطروخ الخشن. يعني البطروخ الناعم يا جماعه ده بيكون الذكور وده بيكون لحمه احلى، والبطروخ المخرص ده بيكون الاناث وتبقى لحمته مش احلى من الذكور. تعالى بقى نوريكم جوده السمك من جوه عامله ازاي. دي بطروخ خشن يعني اناث. يعني اناث. انت طبعا يعني اكيد حريف في الفتح بتاع السمك يعني. الله بسم الله ما شاء الله. يعني شايفين شكل السمكه عامل ازاي يا جماعه؟ يعني اللهم بارك. يعني حاجه بسم الله ما شاء الله بتلمع، حاجه ذهب. يعني فعلا يا جماعه الفص عيار 24 مفيش ملح خالص، يعني سمكه مدخنه فعلا. الطعم مختلف، عمال محترف. سمكة الرنجة معشوقة الجماهير وبيفضلها جميع الناس عن أسماك تانية كتير، وبتكون عروسة الأعياد ولها مقام كبير. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. برضه اللي حابب ان هو يشتغل معانا يتواصل معانا، وباذن الله نوفر له جميع المقاسات وجميع الانواع اللي هو محتاجها، زي النرويجي والهولندي والايسلندي والروسي والمبطرخ والناعم، وكل انواع السمك الحمد لله بفضل الله متوفره.